تجب سماء مينائها وجهة يقصدها الزوار من كل أنحاء العالم للاستمتاع بجو شواطئها الشاسعة وعطر هوائها البحري. نختار الصويرة لأن جوها جيد جدا، سكانها رائعون، كما أن الأكل لذيذ. إنها مدينة رائعة، والمدينة العتيقة أيضا، والأناس طيبون. لدينا البحر ومجموعة من الأنشطة الرياضية البحرية. هي مدينة مضيافة. dans laquelle on est bien accueilli et dans laquelle il fait bon vivre. Ce que j'aime beaucoup en termes. ما أفضله في هذه المدينة هو جوها وسكانها رائعون، وكذا الراحة التي تحس بها وأنت تجوبها. هي لحظة مميزة. Un moment privilégié. زائرو الصويرة لا تفوته فرصة تذوق أطباق الأسماك المتنوعة، أكلات تشتهر بها المنطقة. يعني جميع الانواع ديال السمك، كاين الكراب، كاين الكروفيت، الكامبا، الروجي، الدرعي، التيربو، السامبير، جميع الانواع. وتيجوا عندنا بزاف ديال الناس من جميع المدن، جميع الدول. كان الفرق اللي عندنا ما بين الريستورات ولا الحوت، تنخدموا الحوت نورمال، ما كاين لا لي زيبيس لا والو، الملح بوحده. تم وضع برنامج ديال تطوير السياحه القرويه والطبيعيه في المناطق الخلفيه بالصويره بمبلغ مالي كيتقدر ب 63 مليون ديال الدرهم. ثم حنا في الشهر ديال يونيو القادم غادي يتم افتتاح خط جوي جديد اللي غادي يربط الصويره بالسوق البلجيكي. بفضل رياح الساحل تتميز الصويرة بجوها الرطب وأمواج شواطئها التي يرتادها الأجانب لممارسة رياضة ركوب الأمواج والاستمتاع بزرقة وصفاء مياه بحارها.